رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم وصفه حلوه جدا. مين فينا بقى ما بيحبش كوكيز حلواني العبد ومخلصين كل فلوسنا عليه؟ النهارده هعمله لكم بثلاث اطعم مختلفه، سهل جدا وبمقادير متوفره معانا. يلا بينا نسمي الله ونشوف ايه هي المقادير معانا. اول نوع معانا هنعمله مع بعض هو الكوكيز اللي بالفانيليا. حطيت 75 جرام من السكر البودر، عليهم 90 جرام من الزبده بدرجه حراره المطبخ، وهنا انا مستخدمه زبده فرن. طبعا هقول لكم المقدار بالكوبايه اللي ما عندوش ميزان. 75 جرام من السكر البودر يعني نص كوبايه، عليهم 90 جرام من الزبده يعني نص كوبايه الا معلقه. طبعا الزبده بتاعتنا بتكون بدرجه حراره المطبخ يعني بتكون طريه. احنا هنا لا مستخدمين مضرب ولا عجان ولا اي حاجه خالص، بالمضرب السلك وتقدري بالمعلقه العاديه تقدري تقلبيهم. اهم حاجه ان احنا هنخلط كل المكونات مع بعض لحد ما لونها يفتح كده، بحيث ان احنا ندخل اكبر كميه هواء وتبقى الحاجه عندنا هشه وفلافي كده. بعد ما ضربت السكر كويس جدا مع الزبده هضيف عليهم بيضايه. انا هنا مستخدمه بيضه صغيره، انا مستخدمه بيض بلدي بيبقى حجمه صغير. طب انت لو استخدمتي بيضه كبيره تقدري تضاعفي المقدار، لو مش عايزه تضاعفي المقدار هتستخدمي بس نص البيضايه، هتضربيها وتستخدمي نصها والنص التاني النوع تاني من الكوكيز اللي احنا هنعمله مع بعض النهارده. بعد كده هضرب البيضه بتاعتي كويس قوي، هتاكد انها اندمجت مع الزبده والسكر. بعد كده هنضيف عليهم 75 جرام من الزيت او ربع كوبايه من الزيت النباتي، وهنقلبهم مع بعض. مقاديرنا سهله متوفره زي ما انتم شايفين. اهم حاجه ان الزبده بتاعتنا بتكون بدرجه حراره المطبخ، ونبتدي نقلب في كل المكونات اللي احنا شايفينها دي كويس قوي لحد ما نتاكد ان السكر بتاعنا داب وكل المكونات دخلت مع بعض. انا النهارده هعمله لكم بالفانيليا وبالشوكولاته وبالنسكافيه. تقدري تعملي نوع واحد وتضاعفي المقدار، تقدري تعملي نوعين بس من الكوكيز وتستخدمي لهم بيضه واحده. هضيف كمان، ضفنا مع بعض الزيت، وهضيف معلقه كبيره من اللبن البودر. اللبن البودر هنا بيفرق، طعمه بيفرق في الوصفه بجد. يعني لو انت حابه ان انت تضيفيه هتضيفيه، مش قادره تضيفيه او مش عايزاه خلاص تقدري تستغنى عنه، بس هو بيفرق في طعم الكوكيز، بيفرق في طعم الكوكيز. انا مستخدمه زي ما قلت لكم زبده فرن. انت طبعا لو عايزه تاخدي احسن طعم ممكن تستخدمي زبده نيوزيلندي عادي جدا، بس بصراحه بطعم الزبده الفرن انا قدرت اوصل لنسبه مثلا 70% من الطعم اللي احنا بنشتريه من بره. ده طبعا نسبة حلوة جدا ان انت تقدري تعملي حاجة في البيت بطعم او توصلي لجودة بره، وطبعا هي في البيت بجد بتبقى احسن بكتير من اللي بنشتريها من بره. بعد كده قلبت كل المكونات مع بعض، وضفت كوباية من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. طبعا ضفنا الفانيليا عشان البيض. بعد كده هنبتدي نقلب. هنا كوباية الدقيق عندي قد ايه؟ 250 جرام من الدقيق. لو انت بتوزني 250 جرام من الدقيق. طبعا الكوباية اللي احنا بنستخدمها يكون واحدة، يعني انا هنا استخدمت الاكواب المعيارية زي ما انتم شايفين، عايرت بيها المقادير بتاعتي. لو انت هتستخدمي مج البيت الشاي العادي هتقدري برضو يعني تقيسي عليه كل المقادير. ما ينفعش تحطي مثلا الدقيق بالكوب المعياري والزيت بالكوبايه العاديه، لا، هو اللي انت بتستخدميه تفضلي تستخدميه. انا بعد ما ضفت كوبايه الدقيق وقلبتها حسيت ان العجينه بتاعتي لسه طريه، محتاجه كمان معلقتين دقيق. حطيت 30 جرام من الدقيق، يعني كل المقدار اللي ضفناه قد ايه؟ حوالي 280 جرام من الدقيق. بعد كده قلبتهم كويس. هنشوف مع بعض شكل العجينه بتاعتنا. شايفين العجينه مرمله متماسكه حلوه، ما يكونش عجينه قاسيه. بعد كده هنغطي العجينه بتاعتنا دي وندخلها التلاجة ترتاح لمده نص ساعه. من نجاح الوصفه بتاعتنا النهارده ان احنا لازم نريحها في التلاجة لمده نص ساعه. بعد كده بنجهز الشوكولاته اللي هنحطها على وش الكوكيز عندنا. هنا انا مستخدمه شوكولاته سما، شوكولاته المطبخ العاديه. تقدري تستخدمي شوكولاته بالحليب لو انت حابه، بس طبعا انا يعني المتوفر اللي كلنا نقدر نستخدمه ويكون كمان سعره مناسب وحلو الشوكولاته السما اللي هي شوكولاته المطبخ. جبتها وابتديت ان انا اقطعها، طبعا تكون بدرجه حراره المطبخ عشان تبتدي ان انت تقطعيها بمنتهى السهوله وتكون معاكي طريه. هنحاول ما نكبرش قطعه الشوكولاته معانا، يعني القطعه دي كده يعتبر كبيره. بعدين واحنا شغالين مع بعض هقول لكم ان انا قسمت، يعني ابتديت اقطع القطعه دي لجزئين، لاني لما جيت احطها على العجينه حسيتها كبيره، ويعني هتبقى كبيره على قطعه العجينه. هنا انا حطيتها في التلاجة بس تشد كده. وطبعا الكوكيز عندي كان ارتاح، حطيته زي ما انتم شايفين في التلاجة اقل حاجه زي ما قلت لك نص ساعه. ببتدي اخد قطعه من العجين، ابتدي اسخنها في ايدي كده عشان ترجع تاخد قوامه تاني ما تشققش معاكي. يا دوبك بس بتسيحها في ايديكي كده بدرجه تاخد درجه سخونيه ايدك، فبترجع العجينه كانك لسه عاملاها. بعد كده باخد الشوكولاته زي ما انتم شايفين. حسيت وانا بحطها ان هي ايه، لا كبيره، يعني مش هقدر احط كذا قطعه، وانا عايزه احط 3 و4 جنب بعض زي ما احنا بنشتريه وزي ما ولادي بيجيبوه، فعشان اعمل لهم برضو نفس الشكل بالظبط.
انا طبعا عملت معاكم كده، وابتديت اخلي الشوكولاته تاخد تاني درجه حراره المطبخ، وابتديت بالسكينه كل قطعه من الشوكولاته دي ابتدي تاني اقسمها للنص، اصغرها يعني علشان تبقى ايه معاكي مظبوط. انت من الاول قطعي قطع صغيره عشان تقدري تحطي 3 و4 جنب بعض، والعجينه بتاعتك ايه تطلع معاكي رسمه الكوكيز مظبوطه. هنا حطيتهم في الصينيه، وطبعا دخلتهم الفرن. في الوقت اللي انا كنت بعمل فيه الكوكيز كنت مشغله فيه الفرن بتاعي على درجه حراره 180. بعد 10 دقايق من الفرن ابتديت ان انا اهدي النار بتاعت الفرن قبل ما ادخل الكوكيز عندي علشان يستوي وما يشققش معايا وياخد السوا المظبوط. بياخد معاكي قد ايه؟ يا دوبك معايا خد ربع ساعه، وابتدى ان انا اول ما لقيته ابتدى يصفر من تحت كده او ياخد اللون الذهبي خفيف، ابتديت اطلعه. وطبعا اول ما بيطلع من الفرن ما بنجيش ناحيته وانا نلمسه نهائيا، لانه ممكن يتكسر معاكي ويتفتفت ويتهري. يعني ما بنبتديش نتعامل معاه الا لما يبرد خالص، وبعد كده بتشيليه من الصاج عندك وتبتدي بقى ترصيه في علبه وتحفظيه. تعالوا بينا نعمل مع بعض النوع التاني اللي هو بالشوكولاته. جبت برضو 75 جرام من السكر البودر، عليهم 90 جرام من الزبده، وزي ما قلت لكم هنا انا مستخدمه الاكواب المعياريه، بوزن بيها معاكم طول الفيديو. استخدمت هي الكوبايه اللي انا استخدمتها هي واحده. بعد كده بضيف السكر والزبده مع بعض وابتدي اضربهم بالمضرب السلك زي ما قلت لك، او بالمعلقه العاديه تقدري تقلبيهم، او بايديكي. الوصفه سهله جدا ونسبه نجاحها معاكي ان شاء الله 100%، ما فيش فيها نسبه فشل ولا اي حاجه. ابتدي ادوب السكر مع الزبده، وبعد كده ابتدي اضيف الزيت. معانا ربع كوبايه من الزيت، وهبتدي اخلط الزبده والزيت مع بعض، وبعد كده نضيف بقيه المكونات بتاعتنا. طبعا انا هكتب لكم المقادير بالظبط بتاعت كل كوكيز لوحدها، علشان اللي حابب يجرب بس نوع واحد براحته. في صندوق الوصف تحت الفيديو ده في سهم صغير كده، ده صندوق الوصف، ببتدي تضغطي عليه تلاقي المقادير مكتوبه تحت. هنا ضفت البيضه معايا زي ما انتم شايفين، انا استخدمت هنا بيض بلدي زي ما قلت لكم في حجمه صغير، فعشان ان انا ايه اقدر اعمل 3 انواع زي ما احنا عارفين. بعد كده ضفت الفانيليا، وبعد كده هبتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض. سهل جدا وبسيط، وهنبتدي نقلبهم لحد ما نتأكد ان البيضة بتاعتنا دخلت في الزبدة والزيت والسكر. وبعد كده هنضيف معانا ربع كوباية من الكاكاو او 3 معالق كبار من الكاكاو. انا هنا مستخدمة الكاكاو الاسباني اللي هو الخام، وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة الملح. وطبعا هنضيف معلقة اللبن البودر. انا جبت كيس لبن بودر وقسمته على الثلاث اطعم اللي انا عملتهم من الكوكيز. وبعد كده هنضيف الدقيق بتاعنا كوبايه دقيق، وهنبتدي نقلب كل المكونات دي مع بعض. ما اظن مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده ولا ابسط مقادير من كده. وزي ما قلت لك لو انت بس حابه ان انت تجربي في نوع واحد تقدري، يعني تقدري تعملي كميه واحده وتضاعفي المقادير وتبقى عندك كميه كويسه، يعني تطلع لك كميه كويسه. شايفين هنا بعد ما ضفت الدقيق والكاكاو، بصوا برده العجينه طريه ازاي. انا بتعمد معاكم ان انا اوريكم خطوه خطوه. انا ممكن كنت احط الدقيق من الاول، انا عارفه انا هستخدم قد ايه، بس لا، حبيت ان انا برضو ابقى معاكي واحده واحده عشان تعرفي ان احنا بنضيف المعلقتين دقيق دول. يبقى المقدار اللي بنستخدمه زي ما قلت لك 280 جرام من الدقيق. ببتدي اضيف المعلقتين الكبار من الدقيق او 30 جرام من الدقيق لو انت هتوزني، ويا دوبك بس بدخل الدقيق كده في قلب العجينه عندي، وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا اكتر ملمس العجينه وشكلها بيكون عامل ازاي. ما تزوديش دي عشان ما تبقاش قاسيه معاكي، وكل ما هي بتقعد بتشرب تاني في الدقيق، خدي بالك، وبتمتص السوائل اللي فيها، فبتبقى اجمد من كده. فاعملي حساب الايه الموضوع ده. شايفين العجينه في ايدي عامله ازاي؟ ببتدي برضو احطها في طبق عندي واغطيها. لازم ضروري جدا تغطيها بكيس علشان ما تعملش قشره من على الوش او العجينه بتاعتك تنشف، وبنسيبها في التلاجة. بعد كده بنعمل مع بعض. ضفت برضو، ما حبيتش اجيب معاكم بقى الخطوه دي، ضفنا السكر البودر على الزبده على الزيت وعلى البيضه، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس كويس قوي. نتأكد ان كل المكونات دخلت مع بعض، مفيش اسهل من كده. بعد كده بنضيف كوبايه الدقيق بتاعتنا. هنا هنعمل بقى بالنسكافيه. انا ضفت معلقه كبيره من الكاكاو عشان تعزز عندي اللون. انا كنت ضاربه نسكافيه عندي في الفريزر، وعندي علبه فيها يعني نسكافيه مضروب. خدت منه معلقتين، مش المعلقه دي، انا ضفت كمان معلقه علشان يعزز عندي الطعم. وانك عايزه اقول لكم من اجمل الاطعمه اللي انتم ممكن يعني تاكلوها اللي هو بالقهوه او بالنسكافيه. طب انا ما عنديش نسكافيه، ممكن تاخدي معلقه من البن العادي بتاعنا وتضيفيها عليه، هتديكي برضو نكهة البن. او تجيبي اكياس النسكافيه اللي هي مش مقاطعة طبعا وتضيفيها برضو، هتبقى حلوة جدا. ريحتها بتبان اكتر في الفرن، وبتبقى بصراحة طعمها حلو قوي. هنا بعد ما قلبت كده احتجت برضو معلقتين الدقيق، وبرضو واحدة واحدة معاكم، محبيتش اضيفهم لوحدة عشان اكد لك ان هو المقدار مقاديره مظبوطة جدا. شايفين شكل العجينة بتاعتي عاملة ازاي؟ بتبقى بصوا متفتحة كده، وبنسيبها ترتاح نص ساعة في التلاجة. يعني تخلصي كل المقادير بتاعتك الأول، تعجني التلات مقدارات اللي احنا عملناهم مع بعض، وتسيبيهم يريحوا في التلاجة نص ساعة. وبعد كده طبعا بتبتدي تطلعيهم
تطلعي طبعا صنف صنف، او تقدري تطلعيهم التلاتة جنبك لانك هتشتغلي فيهم بسرعه. وبتبتدي تشغلي فرن البوتاجاز عندك لحد ما بتخلصي الصينيه الاولى، بتبتدي تدخليها، تكوني عملتي النوع التاني، يكون الاولاني استوى، تبتدي تحطي التانية، يعني مش هياخد منك ساعه زمن وانت شغاله. ده بالشوكولاته بناخدها زي ما انتم شايفين كده، بتحسي ان العجينه بقت جامده شويه طبعا من وجودها في التلاجة. بتاخديها في ايدك كده ويدوبك يعني تسخنيها في ايديكي، وبعدين انت تضغطي عليها بصبعك كده، بتبتدي معاكي تفرد وتبقى زي الفل. انا هنا قطعت قطع الشوكولاته الاصغر، حتت اصغر، عشان اقدر زي ما قلت لكم احط 4 قطع مش 3 بس. وببتدي ارص في الصينيه بتاعتي. مش شرط تحطي ورق زبده خالص، يعني ده يعني لو عندك تمام، مش عندك هو مش هيلزق. والصواني ما بندهنهاش اي حاجه، لان طبعا في كميه سمنه كويسه. ونبتدي ناخد زي ما احنا شايفين كده، ونبتدي نضغط عليه. انا حبيت اعمل معاكم كمان القهوه، عشان طبعا انا هقعد بقى مع نفسي اكمل بقيه الكميه، لان هو طبعا هياخد مني شويه وقت في ان انا قاعده بشكله. فانا قلت اوريكم بس شكل العجينه واحنا بنشكلها مع بعض. بصراحه بيرمي كميه حلوه جدا، زي ما قلت لكم طعمه حلو جدا، حلو قوي مع كوبايه الشاي، والولاد هيحبوه. بصراحة جربوه، هيبقى حلو قوي لتقديمات العيد كده. لو انت عملتي الثلاث انواع دول وقدمتيهم كده لضيافة العيد، هيبقوا حلوين قوي الصبح، بصراحة حلوين وكمان اقتصاديين. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتعجبكم ان شاء الله، وتسيبوا لي تعليق حلو لو انتوا جربتوا الوصفه. لو في عندك اي سؤال، اي استفسار عايزه تقولي لي عليه، اكتبي لي تحت في التعليقات، وانا هرد عليك ان شاء الله. هنا انا خلصت الكميه بتاعتي، عملت في نفس الصاج شوكولاته، وبنفس الوقت شكلت القهوه والشوكولاته مع بعض. طبعا زي ما قلت لك بدخلهم على الفرن بيكون عندي درجه حراره 180. وقبل ما احط الصاج ببتدي هدي النار علشان يستوي معايا ويطلع دايب كده، ويطلع كمان مخرفش وحلو. ببتدي عملت الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها، دخلتها وطلعتها. طبعا ما بجيش ناحيتها وهي سخنه ابدا، ما بحاولش اتعامل معاه نهائي، بسيبه يبرد. انا طبعا الكميه الشوكولاته عندي ما قضتش، كان عندي شوكولاته شيبس وكان عندي شوكولاته بيضه، فاتصرفت طبعا وقطعت على الوش وحطيت. انت تقدري تستخدمي شوكولاته شيبس لو موجوده عندك، تقدري اي نوع شوكولاته عندك تقدري تستخدميها. انا حبيت اعملها بالشوكولاته القطعه دي زي ما بيتباع بره، او زي ما ولادي بيجيبوه جاهز، لان انا حابه اعمل لهم نفس النسخه اللي هم بيشوفوها بره. زي ما قلت لك بيرمي كميه حلوه جدا، طريقته من اسهل ما يكون. المقادير زي ما انت شايفه، تقدري تستخدمي مقدار واحد بس وتجربي فيه وتشوفي لو عجبك تضاعفي بعد كده الكميات. تسويته زي ما قلت لك اهم حاجه اول ما بنشغل الفرن على درجه حراره 180. طب انا ما عنديش درجه حراره وما عنديش تايمر ومش عارفه اشغل الفرن ازاي على 180؟ بتشغلي الفرن بتاعك عادي، بعد 5 دقايق من الفرن بيكون سخن، بتنزلي تهدي درجه الحراره لتحت شويه. لحد كده بتبقى انت كده ظبطتي درجه حراره الفرن بتاعك. بتبتدي تدخلي السجان بتاعتك على الفرن، بتراقبيها. بعد 10 دقايق بتبتدي تبص عليه، لو حروفه ابتدت تصفري كده وتاخد معانا اللون الدهبي، بتبتدي تطلعيه. انت ممكن تحطي واحده من الفانيليا مع الصاج اللي هو شوكولاته، علشان تعرفي التسويه لو انت بتعمليها لاول مره. بعد كده بتطلعيهم تسيبيهم يهدوا خالص، ما بتجيش ناحيتهم وهم سخنين. وبعد كده بتعبيهم في علبه، واشوفكم على غير في فيديو